السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض احلى بسيسه بتاعت زي اللي بتتعمل كده ايام زمان. حاجه كده جميله، حاجه روعه. حته بسيسه مع كوبايه شاي، اوعى بقى، حاجه ملهاش حل. بسرعه كده هنخش على المقادير. هحط كوبايه وربع من دقيق البسيسه اللي هو دقيق الذره، وده لازم يتنخل يا جماعه، لازم يتنخل لان بيبقى فيه بقايا كده من الذره، فلازم يتنخل. دي كده كوبايه وربع من الدقيق. شايفين البقايا اللي بتخرج منه، فما ينفعش خالص نعمله من غير نخل. وكمان لقيت فيه واحدة ذرة سليمة. قد ما زي ما حطيت الدقيق بتاع البسيسة اللي هو دقيق الذرة، هحط قده بالظبط الدقيق الابيض بتاعنا العادي. عليه كوبايه كبيره من السكر، طبعا نخلت ده ودوت، وحطيت كوبايه مليانه من السكر، وطبعا ممكن تزودي او تنقصي حسب الرغبه. كيس بيكنج باودر كامل. حاجات ديت اساسيه. هنا معايا معلقه كده من قشر اليوستفندي، اللهم صل على سيدنا محمد. المطحون، يعني انا عاملاه في فيديو، هتلاقوه على القناه، يعني لو حابين ترجعوا له. دي معلقه من قشر اليوستفندي، بتدي بقى ريحه وطعم مش هقول لكم، حاجه بجد جميله. اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حطيت كمان ربع معلقه ملح، وقلبت الحاجات الجافه دي كلها في بعضها. هنا بيضتين، عليهم معلقه خل، عليهم شويه فانيليا صغيرين كده، الفانيليا السايله. طبعا ممكن لو عندك الفانيليا التانية الاكياس عادي. نص كوبايه زيت، عليها معلقتين كبار سمنه. وطبعا تقدري تخليها كلها سمنه، وممكن تخليها كلها زيت، بس الطريقه اللي انا عاملاها ديت انا مجرباها على طول، بتطلع تحفه. بنفضل بقى ندعك الخليط دوت في بعضه لحد لما الدقيق يتشرب الحاجات ديت تماما ويتغلف تماما كله، زي ما هتشوفوه دلوقتي. شايفين بقى شكله ايه؟ سهله والله وبسيطه. ما تنسوش اللايك يا جماعه، وتشيروا كده الفيديو ان شاء الله عشان يوصل لاكبر عدد. والله العظيم حلوه جدا. باللبن بقى، انا بحب يعني اعملها باللبن. ممكن تعمليها بالميه عادي، بس طبعا باللبن عشان تبقى مغذيه وكده، وبالذات كمان لو في اطفال. بننزل باللبن شويه شويه لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، ولا تبقى سايله ولا تبقى جامده قوي. يعني تقريبا بتبقى عجينتها كده زي الكيكه. حلوه والله جدا جدا، وسهله وبسيطه. طعمها تحفه، ولا ريحتها بقى، ريحتها تجنن، بالذات بالمعلقه اللي انا حطيتها بتاعت القشر اليوستفندي المبشور دوت اللي انا وريته لكم. جبت بقى صينيه ودهنتها سمن كويس قوي. شايفين القوام؟ بسم الله ما شاء الله. حاجه كده تحفه، وحاجه بسيطه وسريعه ومغذيه، وطعمها جميل، وريحتها اجمل واجمل. بس كده ظبطتها في قلب البايركس بتاعتنا ديت كده، وعليها شويه سمسم، ممكن تستغني عنه عادي جدا، بس يعني انا بحب السمسم على البسيسه عشان تبقى كده زي بتاعت زمان، بجد زي الزمن الجميل اللي كان فيه كل حاجة جميلة وقتها. بس وندخله على فرن بقى سابق التسخين. طبعا انا الفرن مش شغالاه من دلوقتي، هدخلها على 180، تطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. تاخد وقتها بقى حسب الفرن بتاعك، بس طبعا تبقي متابعاها واخده بالك منها. اللهم صل على النبي، هشه وجميله، تحفه تحفه تحفه. اللهم صل على النبي. حاجه جميله، حاجه تفتح النفس. بصوا الطراوه بتاعتها، وبصوا الجمال. معلش ايدي، معلش. شايفين من جوه هشه وجميله ازاي، وتحفه، وريحتها تجنن، وطعمها يجنن يجنن يجنن، ومقاديرها مظبوطه جدا. اعمليها مش هتندمي، وقولي لي على رايك في الكومنتات، وما تنسوش اللايك. ويا رب ان شاء الله تعجبكم باذن الله. ويا ريت حد يرفع لي الفيديو على المنتدى. شايفين؟ اللهم صل على النبي. حاجة جميلة خطيرة، بتتكلم عن نفسها. يا رب تعجبكم. تصبحوا على ألف خير.